ثانويه عامه لسه ما بداتش اصلا، او لسه بادئ المنهج، او ماشي عادي وبدات من اول السنه بس حاسس انك مش فاكر اي حاجه خالص والحاجه اتمحت من دماغك خالص، فالفيديو ده ليك. انت محتاج الفيديو ده علشان يعرفك هتمشي ازاي الفتره الجايه كلها، هتعمل ايه بالظبط، الخطه اللي تمشي عليها عشان باذن الله توصلك للي انت عايزه. الكلام اللي انا هقوله لك في الفيديو ده انت ممكن ما تسمعهوش من حد تاني، علشان انت اصلا مش هتبقى حابب انك تسمعه من حد، فمحدش بيقوله لك. بس انا بقول لكم الكلام ده عشان ده لمصلحتكم وليكم، وهو ده اللي هيفرق معاكم فعلا، هو ده اللي انتوا لازم تسمعوه فعلا الفتره دي. احنا في نهايه شهر واحد، فلازم تسمعوا الكلام ده علشان تعرفوا انتوا هتمشوا ازاي الفتره الجايه، تعرفوا هتبداوا شهر 2 ازاي، عشان لازم بجد بدايه من شهر 2 انت تمشي بخطه. ما ينفعش تبقى ماشي كده، لا انت لازم تبقى ماشي بخطه معينه. انا الفيديو اللي فات كنت بكلمكم بواقعيه وبصدق جدا وانتوا عارفين كده، وانا الفيديو ده برضو هكلمكم بنفس الواقعيه والصدق من غير مجامله، من غير ما احاول ان انا اوريكم ان الحياه ورديه وكل حاجه تمام وان شاء الله هنجيب مجموع كلنا وندخل الكليات اللي احنا عايزينها. لا، مفيش حاجه اسمها كده. انتوا عارفين كويس ان في الاخر مجموعه فئه معينه من الطلبه هم دول اللي هيجيبوا مجموع، هم دول اللي هيدخلوا الكليه. اكيد مش كل الناس اللي كان نفسها تدخل كليه معينه هتدخلها، والا كان زمان كل الثانويه العامه محصوره ما بين كليات محدده خلاص مفيش غيرها، مفيش حد هيدخل كليات تانية، ومفيش حاجه اسمها كده اكيد. طب ما كده انت بتحبطينا، يعني الناس بقى اللي ما بداتش اصلا عمرها ما هتحقق اي حاجه. لا، مش بحبطكم، بس اي حد عايز يبقى مميز عن اللي حواليه، والتميز ده بيكمن في ايه؟ في ان هو يجيب درجه اعلى منهم، فكده هو يبقى مميز عنهم، فكده يقدر يدخل الكليه اللي هو عايزها. فعشان تبقى مميز انت لازم تجتهد اجتهاد مميز عن اللي حواليك كلهم، والا ايه الفرق ما بينك وما بين اي حد عايز نفس الكليه اللي انت عايزها؟ سواء بقى كنت لسه بتبدا، سواء كنت بدات من اول السنه، فانت برضو لازم تبقى بتذاكر بطريقه تميزك عن اللي حواليك، تبقى بتجتهد اجتهاد يميزك عن اللي حواليك، بالاخص في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده، في نهايه شهر واحد وبدايه من شهر 2 بقى والاخر السنه. انت لازم تبقى بتذاكر بطريقه مميزه، بتحل بطريقه مميزه، بتجتهد اجتهاد مميز عن اللي حواليك. طب يعني ازاي بقى؟ طب يعني انت عماله تقولي لي مميز مميز، ايه هو المميز ده بقى؟ نعمله ازاي يعني بالنسبه للناس اللي لسه بتبدا؟ عشان تبقى مميز وتقدر انك توصل لحاجات في ناس بداوا من اول السنه وما قدروش يوصلوا لها، فانت لازم من النهارده مش من بكره تبدا تعمل لنفسك خطه تمشي بيها الشهور الجايه دي كلها باذن الله. تكتب كل الابواب اللي عندك، تكتب عليك كام باب في كل ماده، المصدر اللي انت هتسمع منه الشرح بتاع كل ماده، والمصدر ده اللي انت خلاص ده بتفهم منه كويس جدا، ولو ما فهمتش منه دروس معينه بتروح تشوفها من مصدر تاني مفيش اي مشكله. اليوتيوب مليان مصادر، مليان ناس اكفاء وما شاء الله عليهم بيشرحوا شرح رائع يقدر يخليك لازم هتفهم اي درس ايا كان بقى هو ايه. ما فهمتوش من مدرسك هتفهمه من اليوتيوب، ما فهمتوش من مستر على اليوتيوب هتفهمه من مستر تاني على اليوتيوب برضو. فانت عندك مليون طريقه تفهم بيها المعلومه، المهم ان انت تسعى عشان تفهمها اصلا، مش ما فهمتهاش خلاص كده ما مش مهم انا هسيبها، انا مش فاهمها. لا، افهمها، مفيش حاجه تبقى مش فاهمها في المنهج. ده من المقاييس والحاجات اللي هتخليك مميز، انك تبقى فاهم كل حاجه في المنهج. عرفت كده ايه اللي عليك؟ ممكن تبقى في حاجات انت فعلا مذاكرها، في حاجات انت سامعها قبل كده هتعلم عليها وتسيبها على جنب. فاضل شهر 2 3 4 5 باذن الله، والامتحان في شهر 6. حاول لو انت بقى لسه بتبدا تسيب اقل حاجه خالص شهر للمراجعه، والثلاث شهور بقى دول لازم تطحن نفسك فيهم علشان خاطر تخلص المنهج كله. لازم تحدد كل يوم لنفسك عدد معين من الحصص، اليوم ما يبقاش يختصر على ماده واحده بس، ما ينفعش مش هتخلص، لازم يبقى فيه مادتين او 3، وتاخد من كل ماده عدد محدد من المحاضرات، تبقى انت عارف وحاسب كل ده. تحسب تشوف كده انا فاضل لي كام، طب الشهر فيه كام يوم، طب انا دول كام محاضره من كل باب، تفتح كمان تشوف كل باب فيه كام محاضره للمستر اللي انت هتكمل معاه ده، تشوف هو شارح كل باب في كام محاضره، تكتب العدد بتاع كل المحاضرات دي. لازم لو انت عايز تبقى مميز تجتهد وتتعب وتشقى علشان تبقى مميز. هو صعب، ايوه صعب جدا كمان، بس مش مستحيل في نفس الوقت. حتى لو هو مستحيل فربنا سبحانه وتعالى قادر يحول المستحيل ده لممكن، لو شاف منك تعب واجتهاد وانك بتطحن نفسك في المذاكره، واستغنيت عن كل الحاجات اللي كنت بترفه بيها عن نفسك، استغنيت عن التليفون وبعدت عنه، سبت كل حاجه ممتعه كنت بتعملها وبعدت عنها، وبدات تجتهد فعلا بقى وتدوس على نفسك قوي وتيجي على نفسك جدا وتبقى منظم وتعمل خطه لنفسك وتمشي على الخطه دي وتلتزم بيها، لان ده اهم من انك تعمل خطه اصلا. انا هستفيد ايه لما اعمل دلوقتي خطه محكمه
فيها ان انا اقدر اخلص فعلا المنهج كله في 3 شهور واسيب شهر للمراجعه وتحفه وكل حاجه. وبعد كده قعدت اسبوع واحد بس امشي على الخطه بتاعتي، وبعد كده خلاص وقفت، فقدت الشغف بقى، تعبت، ايا كان، المهم ان انا وقفت خلاص. انا كل اللي عملته ده راح، مفيش فايده منه خالص. فالانضباط والالتزام هو ده اللي هيخليك فعلا مميز. دي برضو من الحاجات اللي بتميز الشخص المميز، ان هو ملتزم ومستمر، عنده استمراريه، بيكمل. حتى لو النهارده كنت تعبان، يعني ضغطت على نفسك، كنت ضغط على نفسك كل الاسبوع وتعبت بقى قوي، عايز ترتاح شويه، فهتقلل من عدد ساعات مذاكرتك، لكن مش هتوقف خالص في اليوم ده، مش هترتاحوا خالص، عشان مفيش وقت خلاص. انت محتاج الوقت ده، فمحتاج انك تبقى مستمر كل يوم. ما يعديش يوم غير وانت متذاكر، ما يعديش يوم غير وانت منتج. هنصحكم بس بكام نصيحه لكل ماده. العربي كده كده اللي محتاج تذاكروا منه هو النحو والادب، غير كده الباقي كله متحرر، فهم دول اللي هتشتغل عليهم جامد جدا، وتكثف مجهودك في مذاكرتهم وحفظهم وكده. باقي الفروع كل يوم هتعمل لنفسك قطعه قراءه متحرره ونص متحرر يوميا، تعمل ده في الخطه بتاعتك، حاجه يوميه. قطعه انجليش، القطعه بتاعت الانجليش تحل كل يوم برضو واحده، هيفرق معاك قوي والله. هتشكر نفسك في الاخر انك عملت الحاجات دي، هتشكر نفسك في المراجعه جدا، وتقول الحمد لله يا رب ان انا عملتهم، الحمد لله ان انا ما كسلتش وكنت كل يوم بعمل كده. انا ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو عن الانجليش ده تحديدا، عشان الانجليش عليه كلام كتير وفي نصايح كتير وحاجات كتير انا محتاجه اقولها لكم، فعشان ما اطولش بس في الفيديو ده قوي. الكيمياء، سواء انت كنت بادئ من اول السنه او لسه بتبدا دلوقتي، ايا كان بقى انت فين، فالكيمياء انا عارفه انها بتمثل ازمه كبيره لناس كتير قوي، منهم اخويا. انتوا عارفين طبعا هو في ثانويه عامه، الكيمياء دي بالنسبه له اسوأ كمان من الفيزياء. هو حاليا الحمد لله بقى اتحسن، بيسمع دكتور عبد الله شمس. الدكتور بينزل السنه دي فيديوهات بجد ما شاء الله، الشرح في منتهى الروعه. انا نزلت لكم اصلا على جروب التليجرام وفي المنتدى هنا بتاع اليوتيوب فيديوهات للدكتور، والحمد لله كتير قوي منكم استفادوا من الفيديوهات، بعتولي سالتهم، فهموا حاجات كتير ما كانوش فاهمينها. الدكتور بعد ما خلص شرح الباب الرابع هيبدا العضويه، عامل كورس العضويه كامل كله بينزله على اليوتيوب مجانا لكل الطلبه. قال انه هيشرح العضويه كلها بكل التفاصيل، يعني تقدر انك تعتمد الفيديوهات دي كمصدر اساسي ليك في سماع شرح العضويه. الدكتور ما شاء الله عامل مجهود عالي جدا جدا في الفيديوهات. اصلا فيديوهات شبه دي كان ممكن الدكتور يعملها ككورس، يعني الطلبه يشتركوا، تستحق جدا الاشتراك وتستحق ان يدفع فيها فلوس، بس هو الدكتور عاملها مجانا لكل الطلبه عشان عايز يفيدكم، فربنا يكرمه يا رب ويجازيه كل خير. هحط لكم اللينكات كلها بتاعت الدكتور في اول كومنت. وانصحك لو انت لسه بتبدا فابدا بالعضويه، لان الوقت ضيق، ما ينفعش انك تسيبها دي في الاخر وانت معاك 3 شهور المفروض هتشتغل فيهم، والشهر الرابع ده تسيب المراجعه. فال3 شهور دول انت لازم تركز فعلا على الحاجات اللي ليها اولويه طبعا، والكيمياء العضويه اكتر حاجه ليها اولويه في المنهج كله، فدي ابدا بيها. الفيزياء في ما شاء الله كتير قوي شاطرين جدا على اليوتيوب. انا عن نفسي كنت بحب اتابع مستر حسام خليل، واخويا برضو بيتابعه حاليا. هو اخويا دلوقتي حاليا كمان مشترك معاه في المنصه بتاعته، عشان هو مش بينزل كل الحصص على اليوتيوب، يعني بينزل شرح دروس بس معينه على اليوتيوب، الباقي بيبقى على المنصه، فهو مشترك معاه منصه عشان بيفهم منه كويس قوي. انا بعد كده اخدت اسئله مستر سيد عبد المنعم لان هي كانت تحفه، مستواها عالي جدا، وهو فعلا جاء اسئله شبهها جدا في الامتحان. فانت الاسئله كمصادر الاسئله انت مش هتعتمد على مصدر واحد، ما ينفعش، انت لازم تشوف مصادر كتير، لكن الشرح هو مصدر واحد هيبقى بالنسبه لك تمام، اللي بتفهم منه قوي خلاص ده كده تمام. بالنسبه الاحياء في كتير برضو ما شاء الله بيشرحوا على اليوتيوب، كلهم ممتازين من غير ذكر اسم معين، انتوا عارفينهم كلهم ما شاء الله، كلهم شاطرين جدا. بس انتوا عارفين كويس ان الشرح بتاع الاحياء وفهم الاحياء مش صعب، لكن الحل على الاحياء هو اللي صعب. وانا عارفه ان انتوا اغلبكم اصلا عندكم مشاكل في الحل، والاسئله بتاعت الاحياء اللي بتبقى ملتويه في منها حاجات بتخرج بره شويه، فبتبقوا محتاجين تحلوا اكبر قدر من الاسئله. انا قلت لكم من اول السنه، من بدايه السنه، عن دكتور محمود سويد، هو مجمع من 10 كتب احياء، 10 كتب خارجيه، مجمع الاسئله بتاعتهم كلها وعاملها في كتاب واحد، وبيشرح كل سؤال بيتحل ازاي، مش بيشرح منهج، هو بيشرح كل سؤال بيتحل ازاي في الاسئله بتاعت ال10 كتب دول، مجمع منهم كل الافكار المهمه. لو انا كنت ده موجود على دفعتي كنت مش هتردد ان انا اشترك مع الدكتور، لان انا كنت محتاجه الموضوع ده. انا كنت بقعد اجيب في كتب او اجيب PDF او اعمل، وبرده عمري ما هوصل ان انا اجمع كل الافكار، مستحيل. برده هحط لكم اللينكات اي حد انا قلت عليه في اول كومنت. انا واثقه بجد ان انتوا لو عملتوا الحاجات دي ومشيتوا عليها بجد والتزمتوا بيها بجد، صدقوني هتبقوا مميزين جدا جدا، وهتقدروا فعلا تحققوا حاجات حلوه جدا، حاجات غيركم مش هيقدر يعملها ومش هيقدر يحققها. ان العبره مش باللي بدا من اول شهر في الثانويه العامه، ولا اللي بيذاكر 12 ساعه في اليوم و16 ساعه في اليوم، ان ده وده
الاتنين ممكن في نص السنة يوقفوا يضيعوا كل اللي عملوه قبلها. انت بقى اللي بدأ متأخر او اللي لسه بادئ تقدر انك تسابقهم بكتير، عشان انت اشتغلت بكل طاقتك والتزمت وانضبطت واستمريت وبقى عندك استمرارية، فتقدر انك تسبقهم فعلا وتوصل لحاجات هما ما يقدروش يوصلوا لها. ده كان الفيديو بتاعي كده. ان شاء الله انتظروا برضو فيديو الانجليش اللي اكلمكم فيه عن الانجليش بقى باستفاضه اكتر، لانه محتاج كلام، لانه مهم قوي. انا عارفه كمان انه كتير قوي دلوقتي بقوا عندهم مشاكل اكتر كمان من الاول، بالاخص انه زاد المجموع بتاعه بقى ازيد، فمحتاجين فعلا تهتموا بيه قوي قوي. ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله عنه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وعجبكم، واوعوا تنسوا اللايك وسبسكرايب. شوفوا الديسكريبشن واول كومنت هتلاقوا فيها كل اللينكات المهمه اللي هتحتاجوها. بس كده، شكرا لكم جدا، مع السلامه.